إعدام محمد عادل في ذكرى مقتل نيرة أشرف، والدته تفقد النطق وهذه رسالته لها. قبل عام بالتمام نفذ محمد عادل جريمته البشعة بحق زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف بإزهاق روحها على مرأى ومسمع من الناس. وبعد ساعات تأتي الذكرى السنوية الأولى لمقتل الطالبات الجامعية مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المتهم. انهيار محمد عادل قاتل نيرة أشرف قبل تنفيذ حكم الإعدام. أفادت مصادر أمنية بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم، مطالبا بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: سامحيني يا أمي، قتلت لأنني كنت أحب. وفقدت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف النطق وتعرضت لوعكة صحية لدى علمه بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها. ونفذت الأجهزة المختصة صباح اليوم حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في الدقهلية بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم أمام محكمة النقض. جنازة محمد عادل بحضور عدد محدود. شيع عدد من أهالي مدينة المحلات الكبرى في الغربية أمس جثمان محمد عادل قاتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف إلى مثواه الأخير بعد تنفيذ حكم إعدامه صباح أمس داخل سجن جمصة. ووصل الجثمان إلى مسجد البرقي بسيدي خلف بمدينة المحلات الكبرى، حيث أدى أقاربه وعدد من الأهالي صلاة الجنازة عليه قبل دفنه في مقابر الشيشيني للصدقة مقابل سيدي خلف. وتواجدت قوة الشرطة بمحيط المسجد حتى الانتهاء من صلاة الجنازة ودفن الجثمان. قال محمد عمارة خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة، موضحا أنه سيدفن في مقابر الشيشيني مقابر الصدقة بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط 2 من أخواله. وعلق أشرف الغريب والد الطالبة نيرة أشرف على تنفيذ حكم الإعدام في المتهم بقتل نجلته، قائلا إنه تلقى التهاني من مصر وخارجها، مضيفا: بنتي مش هترجع، بس ده شرع ربنا وحقها رجع.